السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى الحين زعلان يا ابو منصور؟ الله يهديك. الله يهديك انت يا ابو منصور. اقول لك شايفك طفشان وزعلان، في شيء اقدر اخدمك فيه، اساعدك فيه، قول بس امر دلل. هات الكرتون يا شادي. هات الكرتون يا شادي. لا حول ولا قوة الا بالله. شادي جيب لي 3 عصير بارد وبسكوت بسرعة. جيب له العصير البارد والبسكوت وخلصنا. ايش اللي خلصنا يا ابو منصور؟ انا جاي اشتري بفلوسي، فاهم ولا لا؟ اللهم صبرك يا روح. تفضل. امسك. شلونك بالدراسة من ابوك؟ الحمد لله. شاد حيلك؟ ان شاء الله. وش اكثر مادة وانا ابوك صعبة عليك؟ الرياضيات احس اني اصدع منها يابا. الرياضيات تصدع منها، ابوك يصدع من الرياضيات يوم انها صغير، لكن يحلها رب العالمين. بغيتي ما تجي؟ ايش بغيت ما اجي؟ يا شين جوعك يا ابو منصور، يا شين جوع. ما هو بجوع، شغل ورانا شغل، عندي في هالبقالة شغل الى راسي. ايش شغل؟ انت ما قلت اني راح تطلعنا السوق اليوم؟ يا بنت الحلال وش سوق؟ اليوم عندي شغل، واذا خلص الشغل يوم ثاني اوديكم للسوق. طيب الهندي يشتغل عنك. إيه؟ كماك تقول لنا امين؟ واذا صار امين اخلي شغل بقالة اوديكم للسوق، السوق بيطير. سمي بسم الله، سموا ابوك. يلا حبيبي. بالملعقة وانا ابوك، لا تصير مثل امك بهالخمس خبط، كل بملعقة. العافية علي. بابا اقول ما في بيع عندي. ايش اللي بابا اقول ما في بيع؟ خليه يقفل بقالته احسن له، يبيعني وغصب عنه وهو حمار. اتق الله واطلع من البقالة، ما عندنا بيع، تفهم ولا ما تفهم؟ تبيعني غصب عنك، انا ما اطلبك صدقه لا منك ولا من هنديك هذا. ما عندنا بيع لا لك ولا لامثالك، فارقنا احسن لك. انا ما اطلع علينا اغلق شغلي بفلوسي، مالك منه. انا حالف اني ما ابيعك ولا تدخل هالبقالة، خلنا نشوف شغلنا. انت اصلا ما انت كفو تطردني، لا انت ولا 10 من امثالك. اطردك واطرد ابوك وجدك. امه ما جابتني اللي بيطردني، ورينا شو سويها. تعوذ من الشيطان الرجيم. انت اصلا ما بك خير. انا ما فيني خير يا كلب. الكلب جابته امك. ابو منصور. سم. تفضل. خروج؟ لا، زيارة. وش صار على الرجال؟ علمي علمك. استغفر الله. تفضل. والله العظيم هو اللي رفع ضغطه، هو اللي جاب لنا هالمصيبة. طيب انت تمسك حية الله حاجة وتخبطها، كان مسكت أعصابك، تعوذت من إبليس. شوف جبت لنا ولنفسك مصيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. اتق الله اتق الله يا مرة. طيب ايش صار له؟ خذها الإسعاف وما أدري وش اللي صار. المهم خلي خال العيال يروح للبقالة وياخذ الفلوس منها ويوديها للبنك،
أنا موصي العامل اللي عندنا إنه يعطيه الفلوس إذا جاء. زين؟ زين، بس ما قالوا لك متى بتطلع؟ الله أعلم. حسبي الله، حسبي الله، جاب لنا مصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي لا اله الا الله. صلي على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا بنت الحلال، هذا قضاء وقدر. كل شيء بنعمه بالله. بس يا اخوي، من بيربي لي هالولد؟ ومين بيصرف علينا؟ استهدي بالله. حنا نبي ننتظر لما يكبرون عيال هالقصر، وان شاء الله ان شاء الله في امل انهم يعفوا عنه. هديك بس يا ابو منصور، انت من احسن الناس وجودهم، واخرتها تصير مجرم. يا اخوي المجرم يقطعوا راسه في الصفات. الله اكبر. الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. يا ابن الحلال قل لا اله الا الله، تعوذ من ابليس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اجل حكموك؟ الله يلعن الشيطان. يا ربي أنا وش سويت؟ طول عمري وأنا طيب، عمري ما ذيت ولا بسه. يا ابن الحلال احمد ربك وقل لا اله الا الله. يعني ان شاء الله بكره يكبرون القصر ويدرون انك ما كنت ناوي تقتله ولا بينك وبينهم ثار، وان شاء الله ان الله يهديهم ويعتقون رقبتك ان شاء الله. كثير اعتقهم الله، ادعى ربك ان الله غفور رحيم. الا متى يبلغون القصر؟ حدود 11 سنة، يبلغ صارهم 17. يا ابن الحلال انس، من هالحين الى ذاك الوقت فيها 1000 حلال. تيتموا عيالي وعياله. الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. أنا وشلون طاحت يدي على القارورة؟ ما طاحت على شيء إن أخف. وشلون تبي تعيش يا منصور؟ يا ابو منصور، سم. لك زياره. إن شاء الله. هاي المنصور، وشلونك؟ طمنيني عنك. الحمد لله، دام انت سالم انا بخير يا ابو منصور. شلون منصور؟ عساها بخير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أعطيني أبو عبد الله. ان شاء الله. سم. انا حيا الله ابو منصور. خير الله يحفظك. يقول يا أبو عبد الله، سم. البقالة وبيعوها. الله يهديك. الحين خلينا نخلص بالامور اللي انت فيها الحين، وبعدين لها حلال. أبو عبد الله، اعتبروني غير موجود. بيعوا البقالة وخلصوا الولد. يا ابن الحلال، ادعي ربك بالهدايه، ان الله يوفقك. الناس يدعون لك بالليل والنهار ان الله يفرج لك، وابشر بالخير، يبي يفرجها رب العالمين. يا ابو منصور، ترى اهل الخير راح يروحون لهم وقنعونهم انهم يتنازلون، وان شاء الله ان شاء الله ربي بيفرجها ونشوفك بيننا يا ابو منصور ان شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. يمه، سم يا وليدي. يقول خالي اليوم كلنا بنروح لهم، وإن شاء الله ربي يهديهم ويتنازلون. يا الله يا كريم يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله، مساكم الله بالخير. الله يمسك بالنور. ترى ان شاء الله اليوم عقب المغرب، عقب صلاة المغرب نبي نروح لمهم ونخلي منصور يطيح على رجليهم. اغاديهم ان شاء الله يتنازلون. إن شاء الله. إن شاء الله. هم 3، لو واحد بس يتنازل منهم يكفي.
الكبار ما فيهم امل، الامل ان شاء الله بالصغير هو ارحمهم. اما الكبار يقولون ما نبي الا دم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. التنازل هذا عار عليكم وانتم بكيفكم. يا ابو محمد خلهم يقررون هم بانفسهم، هم اولياء الدم، وبعدين حرام عليك تتدخل فيهم. وش اللي حرام؟ ابوهم ينذبح ويتنازلون. اسمع يا عمي، انا اذا ما شفت راسي يتدربه في الصفات وقدام عيوني انا ما راح ارتاح ابدا. ايه احنا نبي حقنا. حقكم من الدية، والدية من الشرع، وانتم تؤمنون ان الدية من الشرع. ناخذ فلوس؟ ناخذ فلوس يا عمي مقابل دم ابونا؟ بدل دمه تبينا ناخذ فلوس؟ ما تستحي. زي ما هو اخوك هو اخوي، ولا نبغى الدية. واذا تبغون تتنازلون عن الدية الله يجزاكم خير. انا اقول اعتقوه، اعتقوه لله، تلقونها في ميزان حسناتكم يوم القيامة. فكروا. اسمع يا عم، لولا انك عمي كان طردتك من البيت، فاهم؟ كيف؟ انا بعرف كيف تقبل ان دم اخوك يروح هدر؟ كيف؟ وش تقول وانا عمك يا ممدوح؟ زي ما يقولون اخواني اقول. بعدي والله وانا عمك، هذا كلام الرجال. اسمع، لا احد يحاول يغير رايك. زين؟ ما في احد يغير راي ولدي، وغير الدم ترى ما نبي. اتق الله يا ام متعب، اتق الله. خليهم يقولون رايهم بانفسهم. كيف تبغوني اخليهم يسامحون المجرم؟ والله لاروح بنفسي واذبح لو تنازلوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله اني مستعد ادفع لهم كل اللي املكه بس يتنازلون. المسألة ما هي بدية، وإن شاء الله الخير يبسعون لك، يحاولون يقنعونهم. يا كريم يا كريم، بس لو أجلس مع ولدي لو سنة واحدة. تركته عمره 9 سنين، الحين مثل ما تشوف صار رجال. ادعى ربك، ادعى ربك يا أبو منصور، أنت رجال تبت وأنبت. والله ما حديتني على حلف إني ما نويت الرجال، ولا أدري وش لون يدي طاحت على هالغرشة. أعوذ بالله من إبليس، أعوذ بالله من إبليس. اللي راح راح يا أبو منصور، ادعى ربك إن الله يفرجها وترجع لأهلك ولولدك، وراح الحين وكل شيء مكتوب وبأمر الله. بإذن الواحد أحد، بإذن الواحد أحد اللي ما تنام عينه. تفضل يا ابو منصور، تفضل. انا اقول يا جماعه اقبلوا بديه، والمبلغ اللي تبونه مستعدين ندبره لكم. احنا يا شيخ ما نبغى شيء، ما نبي غير حق ابونا، دم ابونا وبس. ايه والله انهم لو يعطونا وزنه ذهب ما نرضى الا حق ابونا. وانت يا ممدوح يا ولدي وش قلت؟ انا مثل ما يقولون اخواني اقول. ما عليك من اخوانك، انت لك حق تتنازل وتعتق الرجال، ولك اجر يا ولادي، ولا هو بعيب ولا هو بحرام انك تاخذ الدية. اخوي شلون يروح دمه هدر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما يروح هدر يا ابن الحلال، فيه دية، نعطيكم الدية اللي تطلبونها، وفوق هذا لكم الاجر والثواب في الاخرة. والله يا جماعة انا حاولت اقنعهم لكن للاسف ما في فائدة. يا الربع يا جماعة ترى المقصود عتق رقبه، وانتم تعرفون ابوكم وشلون مات. الرجال ترى ما قصده ولا تربص به، هذه لحظة غضب، وحنا ممكن كل واحد منا يمر بهاللحظة. لازم يا جماعة نتنازل ونتسامح. ضرب ابونا من الخلف وبقارورة زي ما جاء في التحقيق يا ولدي، وبعدين ما ابغى اقول ان ابوكم هو الغلطان. هالرجال مسكين مثل ما انتم عارفين، ما عمره آذى احد، هذه المرة الوحيدة اللي غلط فيها يا ولدي سامحوه، وبعدين الرجال اخذ حقه. هذا هو صار له 10 سنين مرميين فيها السجن. ولكم علي اذا تنازلتوا عن الدم ما يقعد في الديرة ابد. شوف يا شيخ، تنازل
احنا ما راح نتنازل ابدا. والبيت بيتكم، بتقهوون يا هلا ومرحبا، بس هذا الموضوع سكروا عليه. واحنا ما نبي الا حكم الشرع. الشرع يا ولدي حكم بالحالتين، كلها شرع، واذا تنازلتوا فهذا شرع الله. طيب يا جماعه انا استاذنكم، ابى اروح اصل السياره واخذ منها شيء واعود عليكم، انا اذنكم. يا الربع تنازلوا، يا الربع عندكم هالضعيف المسكين اللي مرميين بهالسجن، تكسبون ثواب الدنيا وثواب الاخره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا الربع هذا الولد، هذا ولد خصمكم وهو وحيد ابوه. اسمع يا ولدي منصور، هذا الولد الكبير وهذا اخوانه وهذا العمانه. الله يخليكم تنازلوا، الله يخليكم، ابوس رجولك، ابوس رجولك، الله يخليكم تنازلوا عن ابوي، سامحوه، الله يخليكم سامحوه، الله يخليكم سامحوه. يا عم طلبك التنازل، يا عم طلبك التنازل، الله يخليكم، الله يخليكم. اذكر الله يا منصور، اذكر الله، وان شاء الله بيصير خير. خليهم يتنازلون عن ابوي، خليهم يتنازلون. ابو منصور، خلاص هذا اللي كاتبه ربك يا ابو منصور. لا اله الا الله محمد رسول الله. ربك بيفرجها يا ابو منصور، لا تيأس من رحمة الله. والنعمة بالله، والنعمة بالله، نعم بالله. قول أقدر أتوضأ؟ توضأ هناك يا ابو منصور. أتوضأ بس، ماني برايح. في هناك حمام يمديك تتوضأ وتصلي. ما بلغكم أحد؟ عن ايش؟ قالوا إنهم راحوا للمحكمة وإن فيها 4 شهود يقول إنهم تنازلوا. ما جانا شيء يا ابو منصور. هو كله علشان ما تستعجلون، هذه نفس. اذا الله كاتب لك نصيب بتشوفه يا ابو منصور. احنا والله ما نتمنى هالشيء، لكن ايش نسوي؟ حكم الشرع. ودع ربعي. مشينا يا ابو منصور، مشينا. ها؟ مشينا. يا ابو منصور، هذا كاتب العدل، كل شيء تبي توصي فيه تقدر تقولها الحين. ليوم التنفيذ كل شيء بمشيئة الله يا ابو منصور. أنا سمعت إن أصحاب الدم إنهم تنازلوا، فيه شهود 4 أكدوا التنازل، يعني أقول لو إنكم ما تستعجلون. يا ابو منصور، الامور هذه ما فيها تاخير، ولو صار في اي شيء تنازل او غير تنازل حيوصل لنا. هذا كاتب العدل، لا اله الا الله، توكل على الله، كل شيء تبي تقوله سمع هي. لا اله الا الله. سني انا اقول انه لو انكم ما تستعجلون، هذه نفس. حس ان يدي توسخت.
أنت على وضوء يا أبو منصور؟ إيه. لا ما أدري لكن يدي توسخ. خذوه خليه يغسل يدينا ويروح يتوضا. شرط. بس أنا سمعت وقالوا لي إنهم تنازلوا. يا أبو منصور قلت لك الموضوع هذا ما في تأخير، لو صار في شيء يبي يوصلنا على طول. اذكر الله وقل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تفضل معي أبو منصور، تفضل. ها؟ تفضل معي. استغفر الله العظيم. استغفر. خلاص رايحين. أنت رجال سيرتك السجن كانت طيبة وتبت والحمد لله، وهذا نصيبك. لا إله إلا الله. أنا سمعت أنهم تنازلوا. يعني لا تستعجلون، هذه نفس. إذا كان أنهم تنازلوا لا تخاف، لا تشيل هم، نلقاهم قدامنا إن شاء الله في الساحة. ما تنازلوا الجماعة؟ بنحاول فيهم إن شاء الله. الله يكتب لي فيها. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ها يا جماعة اكسبوا أجر الرجال، اعتقوا رقبته. جزاك الله خير يا شيخ، حنا لو نبي نتنازل كان تنازلنا من أول، حنا نبي رقبة الرجال ونرتاح. وأنت يا ولدي؟ هذا قاتل والدنا، والله ما تنازل. رقبة الرجال بيديكم، اعتقوه لوجه الله. حاولنا معهم لكن ما في فائدة. وأنت يا ولدي وش قولك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
شاء الله عفيت عنها يا ولدي. أبى أكلم قاتل أبوي. لو إنك تمالكت نفسك ومسكت أعصابك ما كان صار اللي صار، لكن أنا عفوت عنك لوجه الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.